بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. النهاردة هنعمل مع بعض الكبد والقوانص. لو عندك كبد وقوانص تعالي نعملها معانا غدا جميل جدا جدا جدا، وحاجة سهلة وحاجة جميلة، أكلة جميلة جدا، ويعني هتحبيها والولاد هيحبوها، وحاجة جميلة قوي. وبصوا ايه رأيكم في النيو لوك الجديد ده؟ بصوا ايه رأيكم يا جماعة، أنا عملت نيو لوك جديد، عملت المطبخ بتاعي نيو لوك جديد. يلا بقى نشوفه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا ايه رأيكم في النيو كده؟ بصوا ده المفرش ده يا جماعة تحفة تحفة بجد، بيتعمل وشين وهوريهولك دلوقتي في اخر الفيديو. تمام. هنا تعالوا بقى نشوف الغدا بتاعنا. بصوا ايه رأيكم في النيو كده؟ ايه رأيكم؟ عملت ديكور يا جماعة، انا مكلفة 25 جنيه ومكلفة يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بقى نخش في الموضوع. معايا كبد وقوانص فراخ، ومعايا بصلايه متوسطه، ومعايا فصين توم، البصلايه عاملاها ناعم، ومعايا كمون وكزبره وفلفل اسود وسبع بهارات، ومعايا ملح. طبعا معايا عصير طماطم، ومعايا زيت. تمام كده. يلا بقى نخش على البوتاجاز بسرعه، مش عايزه اطول عليك الفيديو. يلا حبيبه قلبي تعالي بقى نشوف هنعمل ايه الاول قبل ما نروح عند البوتاجاز. يلا حاجه سريعه بسرعه. هتجيب الكبد والقوانص بتاعتك وهتقطعها بالمقص قطع صغيره او اللي انت عايزاها. انا حباها صغيره عشان اللي ياخد قطعه بالمعلقه خلاص هي تمام، ما يقعدش يقطع ويغلب. لا بصي بالمقص كده قصي قطع صغيره زي ما انت شايفه كده. حابه تعمليها سليمه براحتك، حابه تعمليها متوسطه قطعي زي ما انت عايزه. طبعا انا هقطع معاكي زي ما انتم شايفين كده. لازم تقولي لي في الكومنتات ايه رايكم في الديكور بتاعي. لازم تقولي لي في الكومنتات. انا مكلفه يا جماعه، انا صارفه 25 جنيه بالظبط في الكومنت في الديكور التحفه اللي انتوا شايفينه ده. المفرش ده وشين، يعني الكاروهات ده وش، واللي في الحيطه ده وش. شايفين شكله؟ يعني بيتحط الجنب ده وبيتحط الجنب ده. وحابه برضو تقولي لي الجنب ده احلى ولا الجنب ده احلى. طبعا يا ريت تقولي لي برضو في الكومنتات. بصراحه ارائكم بتعجبني وبتبسط قوي منكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا هقطع بقى الكبد والقوانص بتاعتي كلها بالمقص كده. حابه اقطعي بسكينه براحتك، انا ما عنديش سكينه حاميه فانا بضطر المقص الخضار بيساعدني بصراحه، بس بغسله بعديها كويس وبخله بقى وبظبطه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو جديده معايا ولسه مشتركتيش يا ريت تتفضلي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس فضلا وليس امرا. طبعا هقطع كل الكميه وارجع معاكي. طبعا انا قطعت كل الكبد والقوانص بتاعتي زي ما انتم شايفين قطع صغيره. ومعايا البصلايه بتاعتي انا مقطعاها متوسطه اسفر رفيعه. ومعايا طبعا دول فصين توم كبار كده. لو التوم بتاعك مش كبير كده تقدري تعملي 5 فصوص. لو هو كبير كفايه او فصين. تمام. ما تزوديش يعني التوم. تمام كده. طبعا هنا انا هقطع الفصين التوم ناعم معايا. حابه تعمليهم لو عندك انتي الهراسه دي اعمليهم تمام براحتك يعني، اللي هي بتدق التوم دي انا مش عارفه بيسموها ايه. طبعا كده انا قطعت فصين التوم بتوعي زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى على البوتاجاز يلا، وقولوا لي بقى إيه رايكم في الديكور بتاعي يا جماعه. ايه رايكم في الديكور بتاعي؟ لازم تقولوا لي. هنا حله على النار فيها حبه من الزيت او السمنه او الزبده ايا كان بقى اللي موجود عندك، حطي الموجود المتاح عندك. كده انا كنت بتاكد ان هي اتقدحت قوي. لازم ادي الكبده بتاعتي صدمه عشان ما تنزلش ميتها. طبعا هنا لقيت تمام اهو كده تمام كده. هنزل بالكبده بتاعتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا هنا هنزل بقى بالكبده بتاعتي زي ما انتم شايفين غسلها طبعا بخل بقى والليمون تمام. قلبي بقى كده لحد ما تحسي ان هي يعني اتحمرت. انا عايزه يعني اديها صدمه عشان ما تنزلش ميه، وهي دي الصدمه اللي انا عايزاها. هنا هسيبها بقى لحد ما تاخد الصدمه معايا. كده هي تمام اهو. هنا بقى هنزل بالبصل بتاعي والثوم اللي انا كنت مقطعاه معاكم. تمام كده. قلبي بقى كده وحمري بقى، انا عايزه احمر الكلام ده كده مع بعضيه. هنزل بالكمون والكزبره والفلفل الاسود والملح كمان. حمري بقى الكلام ده كله، وطبعا بهارات السبعه نسيت اقول. حمري بقى وقلبي جامد، قلبي قلبي بقى كده لحد ما تحسي ان هو خد لون معاكي. انا مش عايزه اطول عليك الفيديو فانا هروح وارجع معاكي تاني. بصوا هنا دي التشويحه اللي انا عايزاها. طبعا الريحه كده قلب الدنيا، هو عايز يتاكل كده اصلا يعني، مش عايز يتحط عليه طماطم اساسا. بس بس لازم الاكله تكمل يا جماعه. على جنب التاني طبعا حطيت حبه من الزيت، وده الرز بتاعنا غسلاه مصفيه، هنعمل رز ابيض معاه. هنا هحمر الرز هنا، والكبد والقوانص هنا. هتبقى غدا جميل جدا، مش هتحتاجي جنبيه اكتر من حبه سلطه، وممكن تيجي عندك شويه مخلل كده من الجميل اللي كنا عملناه مع بعض. وهنا هي اتحمرت زي ما انتم شايفين بقت جميله، والريحه بصي قلب الدنيا قلب الدنيا بجد. والله الولاد بقوا جايين من المدرسه يشمشموا من على السلم. الريحه الجميله دي فين؟ الريحه الجميله دي فين لحد ما دخلوا الشقه. بصراحه كانت اكله خطيره والله العظيم. جربيها والله هتعجبك قوي. طبعا هنا انا حمرتها زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنزل بالطماطم بتاعت عصير الطماطم. زي ما انتم شايفين طماطم اليومين دول بسم الله ما شاء الله حاجه كده عسل. عسل بصراحه يعني. بص حمرا وجميله ازاي، شربات وطعمها زي السكر.
طبعا هنا قلبي بقى كده، وخلي بالك هي اوانها دلوقتي هي حلوه، لو تقدري تفرزي منها دلوقتي هي تمنها جميل قوي بصراحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا هنا طبعا انا طشيتها، هغطي بقى عليها كده بقى واسيبها ايه تتسبك بقى مع بعضها. على جنب تاني هنا الرز بتاعي كنت بحمر فيه، حمري فيه لحد ما يتنطر معاكي عشان ما يعجنش، على نار هاديه، ما تعليش النار عشان ما يتكلكش معايا، ما يكتلش معاكي كده تحسي انه قفش في بعضيه. لما النار تبقى هاديه مش هيقفش ابدا. طبعا في الوقت ده بقى لو عندك حبه شوربه تمام، ما عندكش حبه شوربه يبقى محتاجه ميه تكون مغليه. انا كان عندي حبه شوربه فاضطريت ان انا يعني استعين بيهم. وطبعا الشوربه عندي ما كانش فيها ملح، فطبعا حطيت معلقه ملح حلوه كده عشان اظبط الملح بتاع الرز. طبعا هنا حمري بقى الرز بتاعك لحد ما تلاقيه اتنطر معاكي كده. وفي الوقت ده بقى هي كانت على النار لسه، خلي بالك. الكبده والقوانص بتاعتي اكله تحفه والله، الولاد بيحبوها قوي، انا نفسي بحبها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو جديده معايا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. طبعا هو اتنطر معايا فانا نزلت دول حبه شوربه كانوا عندي في التلاجة وغليتهم يعني عشان يبقوا سخنين عشان الرز ما يعجنش معاكي. طبعا هنا اول ما يبدا بقى في الغليان وتحسي ان هو الشرب هتهدي النار عليه. تمام كده. وهنا على جنب التاني هوريكي الكبد والقوانص بتاعتي بدات تغلي، هي لسه انا عايزاها بقى تتسبك بقى في بعضها، تحطيش ميه ولا اي حاجه، هي هتسبك نفسها بنفسها كده وهتلاقيها بقت تحفه معاكي. تمام كده. يلا بقى لو ما اشتركتيش انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس. بصي بقى ده نيولوك يا جماعه، دي الغساله بتاعتي وده الفريزر. الفريزر ده هو الاستوديو بتاعي، انا بصور فوقيه. ايه رايكم في الشكل ده؟ المفرش ده بيتفرش على الجنبين، الكاروهات ده جنب. بصي هوريكي الحته دي اللي فوق الفريزر. بصي دي قطعه طبعا اهي، بصوا الجمال. ده شكلها الاول وده شكلها التاني. حابه تقولوا لي بقى الوش ده احلى ولا الوش ده احلى؟ انا عجبني ده، حسيت ان هو يعني حلو كده مش عارفه. واللي في الحيطه حبيت ان انا احط قطعه كده وقطعه كده. وده الاستوديو بتاعي يا جماعه، انا بصور فوق الفريزر لان اللي عندي ما عنديش رخامه زي ما انتوا عارفين طبعا. انا بصور في الحته دي، هو ده الاستوديو بتاعي. تمام كده. طبعا تعالوا نشوف الرز بتاعي هنا بدأ يتشرب اهو. هنا بقى انت هتهدي النار على الرز بتاعك عشان ايه يستوي بقى براحته وما يشتش منك. طبعا هنا انا ههدي النار عليه ونشوف بقى مع بعض. طبعا هنا انا ههدي النار. دي رده اللي على البوتاجاز، دي رده لان انا كنت عامله عيش تحفه، انتظروا الفيديو. عملت عيش لبابا اسلام، عيش صحي جميل قوي قوي. انتوا استنوا الفيديو. دي رده اللي على البوتاجاز منه، كنت لسه عاملاها، كنت لسه ما نضفتوش يعني. هنا هي تمام. بصوا بقى الجمال، اتسبكت كده تمام كده، انا مش عايزه اكتر من كده. تعالوا بقى مع بعض نقدم الاكل الخطير ده. وده الرز بتاعي استوى برضو، بصوا منطور ما شاء الله زي الفل اهو. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكلام ده كله ونقدمه مع بعض. طبعا هنا دي عندك كبد القوانص اهي. وده طبعا الرز الابيض بتاعي، حطيت عليه حبه ديكور كده مشي حالك. وطبعا ده شكل الاكل بتاعي وده شكل الديكور بتاعي. تقولي لي ايه رايكم في الكومنتات، حابه قوي اعرف ارائكم. يلا حبيبه قلبي، لو لسه ما اشتركتش انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس. اترككم في رعايه الله وامن، والسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.